طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية البيترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تنظيم أسبوع رياضة المعاقين، دعوة لتعزيز الشباب الاهتمام لتوثيق التاريخ. برنامج مول يقوم بتحسين معيشة المواطنين. كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. مقتل 22 شخصا في انفجار هائل بالعاصمة الكوبية هافانا. رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ وسط إضراب وطني شامل. إلى التفاصيل. أعلنت اللجنة الوطنية البارأولمبية أن الأسبوع الوطني لرياضة المعاقين سينظم في الفترة من 9 وحتى 14 من مايو في العاصمة أسمرا. وأوضح رئيس اللجنة السيد هايلو أسفها أن أسبوع المعاقين الرياضي ينظم بمناسبة نيل رتبة عضويته في اللجنة الدولية البارأولمبية والذكرى 31 لاستغلال البلاد. وقال أن الأسبوع الرياضي للمعاقين سيجري في استاد أسمرا ومعسكر دندن ومدرسة البحر الأحمر وصالة دندن الرياضية بمشاركة 235 معاق في 9 رياضات. وشاركت ليتفيا في مختلف المنافسات الدولية للمعاقين، لكن المشاركة لم تكن بالمستوى المأمول لعدم انضمامها إلى اللجنة الدولية البارأولمبية. وقد انضمت البلاد للجنة الدولية البارأولمبية بكامل الأصوات في الاجتماع العمومي للجنة الذي عقد في تايوان في 11 من ديسمبر 2021. بهذا ستسجل النتائج في الأسبوع الرياضي للمعاقين في سجلات اللجنة الدولية. دعا الكاتب والباحث في التاريخ السيد آل مسجد تسفاي الشباب للاهتمام بكتابة التاريخ وتوثيقه. وقال في السيمينار الذي عقده في 6 من مايو للشباب العمال في الإقليم الجنوبي بشأن فكر الوطن والوطنية أن الشباب باعتبارهم ورثة النضال وأمل المستقبل عليهم معرفة التاريخ بعمق، لأن الوطن هو تجمع بشري في بوتقة الإحساس والترابط الواحد. وذكر أن التاريخ هو المعلم وخدمة الماضي كمرشد وموجه، وله دور كبير في إفشال المؤامرات، ومن الضروري الوطنية نقله إلى الأجيال. وأكد المشاركون على أهمية مثل هذه السيمينارات المعرفية التوجيهية، منادين بكتابة التاريخ وتوثيقه وترجمته باللغات الأخرى وتقديمه بالوسائل الرقمية الحديثة. وشكر المدير العام لقسم الإدارة والمالية في الإقليم الجنوبي السيد تكي يتولد الكاتب آل مسجد لعقد هذا السيمينار التنويري للشباب، داعيا المواطنين وخاصة الشباب للتعود على القراءة واكتساب المعرفة والتعرف جيدا على تاريخهم والعمل لتوثيقه. وضح مكتب الادخار والقروض المصقرة مول في إقليم القاشبرك العمل لتحسين معيشة المواطنين بفتح فروع في الريف النائي. وأوضح مسؤول المكتب في بارنتو السيد مقوس محاري أن خدمات القروض تقدم للناشطين فرديا وجماعيا والعمال وخاصة العاملين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية. وأوضح أن الخدمات تقدم عبر 189 بنكا ريفيا في 8 مديريات بتنسيق المكتب، ويستفيد منها أكثر من 20,000 مواطن. وأشار إلى أن الدراسات أظهرت بأن قروض المكتب أسهمت في تحسين حياة الأسر التي تزاول الزراعة والرعي. وقال أن القروض المقدمة تهدف لتقوية الإنتاجية وليس للاستهلاك اليومي، ويجب على المقترضين إدراك ذلك والعمل لتوظيفها في الأعمال ورد الدين في أوانه. كرمت مدرسة دنب السنبل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 133 طالبا أعضاء الدفعة 33 و34 للخدمة الوطنية الذين سجلوا نقاطا من 3 إلى 4 نقاط في امتحانات الشهادة الوطنية للصف 12. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ سمير سلطان في المناسبة التي جرت في 7 من مايو أن النتائج العالية التي حققها الطلاب
هي نتاج جهدهم ومتابعة المعلمين وأولياء الأمور. وأشاد رئيس لجنة الآباء بجهود رفع نتائج الطلاب، مؤكدا على استعدادهم للمساهمة حسب القدرات لسد احتياجات المدرسة. وقال مسؤول المدارس الثانوية في الإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون أن تقوية العلاقة الثلاثية ضرورية لكون المدرسة مائدة المعرفة والقدرات والأخلاق. وقدمت الجوائز في المناسبة للمعلمين وأولياء الأمور النموذجيين. نتوقف مع فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أعلنت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تعرف طبيعته باتجاه بحر اليابان، ويأتي ذلك بعد 3 أيام من إطلاق بيونغ يانغ صاروخا في حين تتزايد التحذيرات من احتمال إجرائها تجربة نووية. وأعلن خفر السواحل الياباني ناقلا معلومات عن وزارة الدفاع أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا يرجح أنه صاروخ باليستي، داعيا سفنه إلى أن تكون متيقظة، ومن المرجح أن تكون هذه التجربة 15 للدولة المسلحة نوويا هذا العام. وأطلقت بيونغ يانغ صاروخا أكدت سيول وطوكيو أنه باليستي، في حين لم تعلق وسائل الإعلام الكورية الشمالية الرسمية على الأمر، علما أنها تعلن عادة عن تجارب الأسلحة. أدى انفجار قوي في فندق ساراتوغا في وسط العاصمة الكوبية هافانا نجم عن تسرب للغاز إلى مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، ودمر قسما من الفندق. وأشارت الرئاسة الكوبية إلى أن المعلومات الأولية تفيد أن الانفجار سببه تسرب للغاز. وقدمت واشنطن بلسان المتحدث باسم خارجيتها نيت برايس خالص تعازيها لكل من تضرر من الانفجار المأساوي. بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أنه تحدث مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز وقدم له التعازي معبرا عن تضامنه مع الشعب الكوبي. وكان الفندق الذي يعد أحد معالم هافانا القديم قيد الترميم ومغلقا أمام السياح، ولم يكن يوجد بداخله إلا عدد من الموظفين كانوا يستكملون العمل لافتتاحه مجددا في 10 مايو. أعلن رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباسكا حالة الطوارئ في البلاد لدواعٍ أمنية وسط إضراب وطني شامل دعت له النقابات للمطالبة باستقالة الحكومة. وتمنح حالة الطوارئ في البلاد التي تعلن للمرة الثانية خلال 5 أسابيع قوات الأمن صلاحيات موسعة أمام التظاهرات واسعة النطاق. وقال متحدث باسم الرئيس أن راجاباسكا فعل قوانين حالة الطوارئ حفاظا على النظام العام، مضيفا أن الرئيس استخدم سلطاته التنفيذية لفرض حالة الطوارئ. ولبى ملايين العمال دعوة النقابات إلى الإضراب، ما تسبب في وقف حركة كل القطارات، كما توقفت الحافلات الخاصة وتجمع العمال أمام مصانعهم، ورفعت أعلام سوداء في جميع أنحاء البلاد تعبيرا عن الغضب من الحكومة. أعلنت تايوان أن 18 مقاتلة صينية اخترقت أجوائها من الجنوب الغربي. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أن سلاح الجو سارع إلى تحذير الطائرات التي دخلت منطقة الدفاع الجوي. وشهدت الأشهر الأخيرة إرسال بكين مئات الطائرات العسكرية بشكل متواصل إلى منطقة الدفاع الجوي المحاذية للمجال الجوي التايواني. وتشتكي تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها من تكرار مثل هذه المهام التي تقوم بها الطائرات الصينية، والتي أصبحت شيئا معتادا على مدى عامين منصرمين تقريبا. ولم يصدر تعليق من وزارة الدفاع الصينية، ووصفت بكين مهاما سابقة من هذا القبيل بأنها وسيلة للدفاع عن سيادة البلاد ومواجهة التواطؤ مع القوات الأجنبية، في إشارة إلى الدعم الأمريكي لتايوان.
ختاما في هذه النشرة إليكم تذكير بأبرز العناوين. أسبوع رياضة المعاقين ينظم في الفترة من 9 إلى 14 من مايو. دعوة لتعزيز قدرات الشباب للاهتمام بالتاريخ. وبرنامج مول يعمل لتحسين معيشة المواطنين. كوريا الجنوبية تعلن إطلاق بيونغ يانغ مقذوفا باتجاه بحر اليابان. مقتل 22 شخصا في انفجار هائل بالعاصمة الكوبية هافانا. رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ وسط إضراب وطني شامل. دمتم في أمان الله وحفظه.